عضلات جسمك بتحتاج كام مجموعه في الاسبوع؟ طبعا في الاول وفي الاخر الموضوع بيتوقف على حاجتين، حسب العضله الكبيره ولا صغيره. العضله الصغيره بتحتاج عدد مجاميع معينه، والعضله الكبيره برضو بتحتاج عدد مجاميع معينه. طب تعالى نبدا بالعضله الصغيره، محتاجه كام مجموعه تدريبيه؟ العضله الصغيره زي الباي والتراي بتحتاج من 10 مجاميع ل 15 مجموعه في الاسبوع، وانا بفضل ان انت ما تمرنش العضله من 10 مجاميع ل 15 مجموعه في تمرينه واحده. انا بفضل ان انت مثلا تقسمها على مرحلتين في الاسبوع، عشان انت لو مرنت العضله من 10 مجاميع ل 15 مجموعه في تمرينه واحده بتغلب ان انت هتفرهد في نص التمرين وهتيجي في الاخر خالص وشقلب وقلب. جاي كحالة عماه. اما بقى العضله الكبيره، فالعضله الكبيره بتحتاج من 15 مجموعه ل 20 مجموعه في الاسبوع، وبرضه بفضل ان انت توزعها على الاسبوع، يعني تتمرن مثلا الشيست مرتين في الاسبوع. اكيد انت مش هتمرن 20 مجموعه في تمرينه واحده تشيست، الموضوع هيبقى مجهد وصعب. اهم حاجه ان انت ما تقلش عن 10 مجاميع ولا تزود عن 15 مجموعه في العضلات الصغيره، وكذلك الموضوع في العضلات الكبيره، ما تزودش عن 20 مجموعه ولا تقل عن 15 مجموعه. في ناس بتقول ان العضلات الكبيره بتستحمل لحد 30 مجموعه، وده انا ما بفضلوش، خصوصا لو انت لاعب طبيعي من غير استرويد. لو انت بتاخد استرويد ممكن توصل ل 30 مجموعه، بس برضه ما بفضلش 30 مجموعه كتير. لو استفدت من الفيديو ما تنساش اللايك والشير لصاحبك عشان يعرف العضلات محتاجه كام مجموعه في الاسبوع.